الدعاء عند الاضطرار يكون الإنسان فيه مخلصا، والله عز وجل قال في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فإذا اضطر الإنسان في أي حال من الأحوال إلى شيء ولو كان كافرا ودعا ربه فإن الله تعالى يستجيب دعاءه مهما كان. إذن نقول إن هؤلاء الذين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إنما يدعون الله تعالى في حال ضرورة، والله تعالى يجيب دعوة المضطر كما أنه يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لو أنك ظلمت شخصا وهو كافر فدعا عليك استجاب الله دعاءه. وبهذه المناسبة نحذر الكفلاء الذين يظلمون العمال فلا يعطونهم أجورهم، نحذرهم من دعوة العمال عليهم ولو كان العمال كفارا، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن العقل، دليل من العقل، أن الله عز وجل حكم عدل يكره الظلم، فإذا دعا المظلوم على ظالمه استجاب الله له إقامة للعدل وأخذا لصاحب الحق بحقه. ولهذا نقول دعاء المضطر مستجاب ولو كان من كافر، ودعاء المظلوم مستجاب ولو كان من كافر. أما التعبد لله بصلاة أو نحوها فهذه لا تقبل إلا بإخلاص وإسلام. نعم.